طبعا شفنا لقاء منتخبنا القومي مع نيوزيلندا وقدرنا اللي احنا نتغلب بنتيجة 1-0، ولكن طبعا سيبنا من لقاء منتخب مصر والاحداث. ولقاء طبعا كان ممتاز جدا بالنسبة لمنتخبنا غير الاعوام السابقة، في قيادة فنية لحسام وابراهيم حسن بيقدر يبث الروح لمنتخبنا وبيطمن الجماهير ان منتخبنا ممكن يحصل منتخب 2006 و2008 و2010 بروح ودماء جديدة واداء جديد. لكن اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي هو اصابة نجمنا امام عاشور، وكم الحقد وكم الناس اللي طالعه تغل في اللاعب اللي انتقل طبعا للنادي الاهلي من نادي الزمالك. طبعا احنا ما جبناهوش من نادي الزمالك، جبناه من فريق تاني، ولكن الاحقاد الدفينه لجمهور نادي الزمالك بيبان يوم بعد يوم. وبنقول ان الرياضه عمرها ما تبقى كده، اللي انت تشمت في لاعب في اصابه، لاعب بيمثل منتخبنا القومي ولاعب فز في النادي الاهلي ومؤثر جدا في منتخبنا. جماهير النادي الاهلي طبعا امبارح نامت حزينه بسبب اللاعب والاصابه، وطبعا اللاعب خارج وهو بيبكي من شده الالم. وطبعا احنا عارفين ان الاصابه دلوقتي ممكن تبعده 3-4 شهور عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي دائما بيقدم لعيبته لمنتخبنا. وشفنا طبعا قبل كده لما لعبنا في كاس العالم للانديه بدون نخبة من لعيبة النادي الأهلي كلهم نجوم، ومع ذلك ضحينا وبنضحي دلوقتي عشان خاطر منتخبنا، لأن الناس كانت طالعة تتكلم تقول لك إن لعيبة النادي الأهلي بتهرب من المنتخب، أمثال حسين الشحات. طبعا حسين الشحات كانت إصابة وما ينفعش إن هو يلعب لمنتخبنا في الوقت الحالي. وبرضه إمام عاشور اللاعب اللي بيثبت إن هو لاعب من الطراز الأول، برضو إصابة وإصابة كبيرة يعني خلتنا امبارح نبكي رغم اللي احنا فوزنا في اللقاء. لكن حتى وضربة الجزاء بتتلعب ولا كأننا احنا أحرزنا هدف، لأن كلنا كنا مخنوقين وزعلانين. وبان طبعا جماهير نادي الزمالك اللي أنا بقول لهم كلمة إن الرياضة اتبنت للإخاء والروح الطيبة، فبالتالي انتوا ولا عندكم روح طيبة ولا عندكم إخاء. احنا عارفين طبعا ليه، لأن انت طول عمرك في المركز الثاني وفي المركز الثالث، فبالتالي انت حاسس بغل من جواك للفريق الاحسن في افريقيا واحسن في الوطن العربي. فبالتالي انت دائما بيبقى عندك حقد للنادي الاهلي ولاعيبتك حتى القدامى امثال احمد عيد وناس كتير جدا واسامه حسن زي ما قلنا قبل كده، عندهم غل وحقد وكراهيه للنادي الاهلي. طب ليه؟ انت حاول توصل لمكانه النادي الاهلي، حاول توصل لإدارة النادي الأهلي والإدارة الرشيدة، الإدارة اللي عارفة يعني إيه إدارة ومانجمنت زي ما إحنا قلنا، وتنظيم وتخطيط ورقابة. كل ده هتلاقيه في النادي الأهلي. أما أنتوا للأسف كان في عهد، طبعا الناس ديت اتربوا على ايد مرتضى منصور. مرتضى منصور اللي هو عدا الناس كلها وشتم الناس كلها بألفاظ خارجة، وعليه قواضي وعليه حبس. طبعا كل ده هو رأس النادي الزمالك. فبالتالي انت عايز ايه؟ عايز ايه من اب علم عياله على البلطجه وقله الادب؟ فبالتالي هيطلع الكيان نفسه في خلل، هتطلع جماهيرك عندها مشكله نفسيه طبعا من النادي الاهلي اللي هو رقم واحد في كل حاجه. فبالتالي خلاص احنا عارفين القصه بتاعتكم بتبقى ماشيه ازاي. حاولت توقعوا بين جمهور النادي الاهلي وجمهور الاسماعيلي، جمهور الاهلي وبورسعيد، جمهور الاهلي حتى في السودان، حاولتوا اللي انتوا توقعوا الدنيا ببعضيها. كل ده عشان نادي الاهلي ما يحصلش على اي بطوله ويتاذي حتى في السودان. فبالتالي انتوا نادي المفروض تتعالجوا نفسيا اول حاجه، لان الرياضه عمرها ما تبقى كده اللي انت تشمت في لاعب لاصابته، واحد تعب واحد جاله مرض انت تشمت فيه، فما ينفعش. دي اصابه واصابه ملاعب، والراجل ده كان بيلعب باسم منتخبنا القومي. فبالتالي انت عندك مشكله مش عند النادي الاهلي، عندك مشكله داخليه. فبالتالي احنا ملناش دعوه. واتكلمنا عن مرتضى منصور وطبعا شيكابالا اللي دائما وابدا بيصطنع المشاكل وعشان ياخد اللقطه، لان هو من جواه هو فاضي. انتوا بنيتوا اسطوره وهميه، اسطوره ملهاش اي لازمه. انت احرزت كام هدف في نادي الزمالك؟ جبت لهم كام بطوله؟ ولا اي حاجه. ولا عمرك هتاخد افريقيا ولا عمرك هتاخد دوري غير لما الاهلي بيبقى بيجدد فريق، مش اكتر من كده. اعرف حجمك واعرف قد ايه انت ضئيل
وجمهورك نفس الحكايه، رغم ان احنا اشدنا بجمهور نادي الزمالك في القضيه الفلسطينيه وفي حاجات كتير قوي، لكن اللي فيك هيفضل فيك، فبالتالي حقدك ده لنفسك، لكن احنا عارفين نكمل مشوارنا ازاي. صحيح احنا هنتاثر في المباراه القادمه في افريقيا، لقاء سيمبا اللي خلاص هيتلعب بعد ايام، ولكن احنا عندنا مش امام عاشور واحد، احنا عندنا 11 امام عاشور في الملعب. وقبل امام عاشور احنا كنا بنكسب وكنا بنحط عليك بالخمسه ايام، 5-3 و5-1 و6-1، فبالتالي احنا عارفين طريقنا ماشي ازاي وبنوصل للاهداف بتاعتنا باي شكل من الاشكال، وكل ده بالرياضه وبالحب وبالعطاء اللي انت ما تعرفش اي حاجه عنه. النهارده ان شاء الله في مباراه لمنتخب تونس الشقيق، فبالتالي اللي هيكسب في الماتش دوت هيلاعب منتخبنا، فبالتالي مهما يكن هو مين، احنا منتخب مصر هنلعب كوره وهنأدي في حدود امكانياتنا، اللي احنا لسه بنعمل فريق ببصمه بقياده نجمنا حسام حسن. طبعا حسام حسن معروف عنه ان هو عنده روح، وبيخلي اللعيبه دائما عندها روح وعايزه تبذل لمنتخبنا، غير طبعا المدير الفنيين اللي جم وعصروا منتخب مصر. وطبعا مش هنتكلم عن في لعيبه نادي الزمالك اللي هم بيخشوا منتخبنا في القياده الفنيه كتير، وفرقوا بين لعيبه النادي الاهلي ونادي الزمالك، فعشان كده منتخبنا واقع بقاله سنين. لكن انا بقول لكم القادم هيبقى احسن لمنتخبنا ان شاء الله، فانتظروا انتظروا منتخب بيفكرنا بنكهه كلنا بنتمنى ان هي ترجع تاني، بتاعه ابو تريكه ومحمد بركات، والاداء الحلو والاداء اللي فيه حماس وفيه حب في نفس الوقت لمنتخبنا. منتخب الساجدين راجع تاني يا جماعه، انتظروه، وان شاء الله كل الدعم لحسام حسن ان هو يقدر يكمل المسيره. طبعا احنا عارفين الاجواء الرمضانيه، فاحنا هيبقى فيديو بسيط لان طبعا الوقت فيه صلاه تراويح، وطبعا كل سنه وانتم طيبين، فمش هنطول عليكم اكتر من كده. دعواتنا للنادي الاهلي ان شاء الله ان هو يوصل بعد كده للادوار اللي قبل النهائي ثم النهائي ثم الحصول على معشوقتنا وهي كاس افريقيا للانديه، عشان يوصل لكاس العالم اللي هو اتعمل عشان خاطر النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي كلها تفرح باداء لاعيبتها والاداء الجميل اللي هيقدمه النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا شفنا برضو استاد العاصمه الاداريه، استاد مصر، وفي ناس شافت الاستاد بشكل وفي ناس شافته بشكل تاني. في ناس شافته بشكل ان ده حاجه كويسه جدا لمصر والتقدم اللي بيحصل، وفي ناس تاني قالوا ان الاستاد ده اتكلف طبعا مليار جنيه، فبالتالي كان في ناس اولى بالمبلغ ده، لان احنا عندنا كذا استاد. المهم الاراء تختلف، الاراء تتفق، اهم حاجه صالح منتخبنا وصالح الكره المصريه. مش هطول عليكم اكتر من كده، يا ريت اللي ما تابعش قناه وليد حلمي الاهلاوي تابعني وفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وحضراتكم جميعا طيبين وبالف خير ورمضان كريم.